السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة ازاي تحددي هدفك. لو سألتك دلوقتي ايه هدفك في الحياة هتعرفي تجاوبي في اقل من 10 ثواني؟ لو لا فالفيديو ده عشانك. اولا حابة اتكلم عن سبب وجودنا في الحياة من منظور ديني. خلق الله البشر لحكمة عظيمة، واوضح ذلك في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الغاية الأساسية من خلق الإنسان هي عبادة الله، من صلاة وصوم وذكر، وكمان عمل صالح يبتغي به وجه الله. وقال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي أن الإنسان مكلف بعمارة الأرض والإصلاح فيها. فالحياة ليست بلا هدف، وإنما هي فرصة للعمل والتقرب لله. ومن هنا وضحت الفكرة، وإيه هو هدفنا في الحياة، وليه لازم يكون عندنا هدف. ساعدي نفسك واستعيني بالله، وكمان اكتبي. أيوة اكتبي. الكتابة بتشكل صورة قدام عقلك، وهتقدري من خلالها ترتبي أفكارك وتحددي هدفك. عقلك هو أساس هدفك، لأنه بيصنع أفكارك، وفكرك بيصنع سلوك، وسلوكك بيصنع عاداتك، وعاداتك بتشكل شخصيتك اللي هتحدد مصيرك بقوة. اعتبري حياتك فرصة لازم توصلي بيها، لأن ساعتها مش هتلومي غير نفسك. وافتكري دايما اللي عنده هدف ممكن يتعب، لكن عمره ما هيكون تايه. توكلي على الله واسعي، فإذا عزمت فتوكل على الله. واعرفي إنك ليكي دور في الحياة ربنا خلقك عشانه، وخدي خطوة صادقة نحو الهدف نافع. وخليكي دايما إنسانة نافعة لنفسك ولغيرك، هتلاقي حياتك نعيم دنيا وآخرة. وفي النهاية حابة أقولك أنت مهمة، عشان كده ربنا خلقك. وعايزة أعرف إيه الهدف اللي نفسك تحققيه قبل نهاية السنة. اكتبولي في التعليقات، وده هيكون رد منكم عن تحديد هدفكم. شير، والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.